المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء مسيرة سلمية انطلقت في 1975 نحو الأراضي الصحراوية المغربية بهدف استرجاعها وإنهاء الاستعمار الإسباني بها. شارك فيها 53 ألف مغربي ومغربية، وتعتبر حدثا تاريخيا مهما في تاريخ المغرب المعاصر. لكن على الرغم من النية الواضحة للمسير بعودة الصحراء إلى قلب الوطن الأم المملكة المغربية، إلا أن الاضطرابات التي ظهرت في أعقابها أدت إلى إعلان تلك المنطقة منطقة انفصال وإعلان الاستقلال. وبحسب عدد من التقارير كان شيوخ قبائل الصحراء المغربية يقدمون البيعة لسلطان المغرب ويعلنون الولاء له، وارتبطوا بروابط جغرافية وتجارية مهمة مع أرض المغرب. إلا أن الاستعمار الإسباني قد ساعد في زيادة التوتر بين القبائل والحكومة المغربية بعد استقلال المغرب. وفي عام 1973 بدأ الملك الحسن الثاني بالتواصل مع زعماء القبائل في الصحراء وإعلان دعمه لحراك مقاومة الاحتلال الإسباني، وبالتنسيق مع الأطراف الموريتانية والمغربية. وبالفعل نجح هذا التوجه في زيادة رصيد شعبية الملك لدى الشعب المغربي الذي اعتبر أرض الصحراء جزءا من المملكة المغربية. لم تقف حكومة الاستعمار الإسباني مستسلمة أمام التحرك المغربي، وأعلنت في أغسطس من عام 1974 نيتها إجراء استفتاء يعطي سكان المنطقة حق تقرير مصيرهم سواء بالانفصال أو أن يظلوا تحت الحكم المغربي، وحددت موعد يوليو من العام التالي لإجراء الاستفتاء. وهنا تقدم المغرب بطلب الحصول على رأي قانون استشاري، ووافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974. وعندما جاء قرار المحكمة مغايرا للطموح المغربي، خرج الحسن الثاني داعيا للمسيرة الخضراء، وحدد فيها عدد المتطوعين من العامة ليكون 300,500، أما الباقين وعددهم 43,500 فهم من المسؤولين والموظفين الحكوميين. كما أن الرقم الإجمالي 350,000 لم يكن عشوائيا، وإنما يمثل عدد المواليد سنويا في المغرب. نجح المغرب في ضم الصحراء بعد هذه المسيرة التي اعتبرت أكبر مسيرة على الإطلاق في إفريقيا، كما كانت انتصارا للملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، إذ اعتبرت توحيدا للصفوف القوى الوطنية. ونجح النظام بعدها في لجم المعارضة ليكون انتصارا للملك والشعب.